انتي دايما مستنية حد يقولك كلمة لطيفة أو حنينة أو يحن عليكي، بس عدى وقت كتير ومحدش جه. طب ليه؟ ليه نستنى ان الحنية دي تيجي من الناس التانية؟ خليني أقول لكم في الأول احنا اتربينا ازاي. احنا اتربينا ان القسوة هي الشيء الطبيعي، والحنية هي الاستثناء، وان الحنية دلع، وإن الطبيعي إن الإنسان يكون قاسي على نفسه. يعني لأن القسوة هنا جاية إن هي معناها الانضباط، فكل ما الإنسان كان قاسي كل ما كان منضبط أكتر، كل ما نفسك كانت قاسية عليك أكتر كل ما أنت هتنضبط أكتر، كأنك بتحط نفسك في دور الجلاد وأنت الضحية. ليه دايما احنا بنستنى الحنية تيجي من الناس اللي برا؟ عشان احنا مش بس بنحب الناس، احنا بنستنى نهدي بيهم نفسنا. يعني بنحتاج الناس التانية هي اللي تهدينا. غالبا احنا ما تعلمناش ازاي احنا نقعد ونهدي نفسنا. طيب هل الحنية او الرحمة الذاتية معناها انت كده انسان متدلع؟ لا خالص. مش معنى ان انا احن على نفسي هو ان انا الغي مسؤوليتي عن الاشياء. ان انا احن على نفسي معناها ان انا شايفة الوجع، انا معترفة ان في وجع، اعترف بس ان في وجع، لكن شيل مسؤولية الحاجة عادي. يعني لما طفل صغير بيكون بيجري ويقع يتعور، ما نزعقلوش ونقوله ايه اللي انت عملته في نفسك ده. لا، انا بقومه، بشوف تعويرته، بهديه الاول، وبعد كده باجي اقوله المرة الجاية لما تكون بتجري بعلمه ازاي يجري من غير ما يقع، او اخلي بالي مثلا ان انا ما اجريش في حتة فيها حفرة او اي حاجة من دي. فالاول لازم اهدي، والاول لازم اطيب الجرح اللي حصل. هي دي نفس الطريقة اللي انت المفروض تتعامل بيها مع نفسك. ان انت تبدأ الاول تعترف ان في مشاعر مش كويسة، مشاعر حزن، مشاعر ألم، وبعد كده بنبدأ نشوف الحل ممكن يبقى ايه. فالحنية ما هياش دلع، الحنية دي قوة، بس قوة بتحتاج وقت عشان نتعلمها. السبب التاني اللي بيخلينا دايما مستنيين الحنية تيجي من الناس برا هو الخوف من الوحدة. احنا دايما عندنا خوف من الوحدة، دايما خايفين ان احنا نتساب لوحدنا. فعندنا الافضل ان انا استنى الحنية من حد تاني برا، حتى لو ده هيوجعني، حتى لو احيانا مش هيديني اللي انا محتاجه، بس عشان ما احسش ان انا لوحدي. لان وجود الناس في حياتنا مهم. وانا هنا ما بقولكش ما تستناش الحنية تيجي من الناس، انت مش هتعيش لوحدك، طبيعي ان انت هتستنى حاجات، لكن ما يبقاش اعتمادك بالكامل عليهم. الناس مش هيبقوا موجودين في حياتك طول الوقت، احيانا هيبقى في وقت هم مش فاضيين فيه، تعبانين، مش قادرين يدولك دعم. فانت لو معتمد عليهم بنسبة 100%، انت هنا هتقع. فانت استنى حنية وعيش مع الناس وطبعا لازم يكون العلاقات فيها تبادل وهات وخد، لكن ما يبقاش الأساس بتاعك هو الناس. لازم يكون في جزء تاني جاي من جواك انت بتقوم نفسك وانت بتحن على نفسك، بحيث ان انت لو فجأة لقيت نفسك لوحدك، لو فجأة الناس اللي حواليك مش فاضيين لك، لو فجأة حصل اي ظروف، فانت في جواك اساس بتبني عليه. ابسط الاشياء يبقى في اساس بنبني عليه، ما نبقاش قساة على نفسنا. فتيجي لما الاقي نفسي لوحدي وانا كمان قاسي على نفسي، الاقي نفسي دخلت في اكتئاب وخلاص حياتي كلها تقف علشان مفيش حد يهديني. لا، مش المفروض ان حياتك تقف لما يكون مفيش حد يهديك، المفروض ان انت يكون عندك طريقة تانية تهدي بيها نفسك. تمام. فاحنا هنا ما بنشجعش ان الانسان يعيش لوحده او يعيش من غير البني ادمين تانيين او يعتمد على نفسه اعتماد كلي.
لأ احنا بنقول بس لو في اعتماد كلي على الناس، نسبة 100% على الناس، لأ احنا هنقلل النسبة دي، هنخليها 50/50، 50% أنا بعتمد على نفسي، 50% أنا بعتمد على الناس، بحيث لو الناس فجأة مش موجودين فأنا عندي 50% تانيين أقدر إن أنا أوقف بيهم نفسي وأتكلم مع نفسي بصدق، ومن غير ما أكون بدلع نفسي أو بتهرب من مسؤولية أو أي حاجة من كده. أنا بس بعترف بوجعي، أنا بس ما بجلدش نفسي، أنا بس مش قاسي على نفسي. اتفقنا؟ فانت الغلط هنا مش ان انت تستنى حاجة من الناس التانية، الغلط هنا هو ان انت حياتك تتوقف عند الانتظار. انا خلاص مش لاقي حد فهفضل مستني للأبد. دي النقطة اللي احنا مش عايزين انها تحصل. فانا مستني محدش جه فبقوم نفسي بايدي، بمد ايدي لنفسي واقومها. طيب ايه الحاجات اللي انا المفروض اعملها علشان اكون بمارس الرحمة الذاتية او الحنية على الذات؟ اول حاجة ان انا اعترف بمشاعري بدون لوم. يعني انا دلوقتي حزين، انا تعبان، انا مكتئب، خلاص يعني بعترف ان في شعور هنا، ومش هقعد ان انا الوم نفسي ان انا مثلا ما قدرتش اقوم اعمل الحاجات النهارده، واعرف ان ده شيء طبيعي، واحيانا الناس هتتعب والناس هتحزن ومش هيقدروا يكملوا حياتهم، فملومش نفسي على الشعور اللي انا حاسس بيه. تاني حاجة هي ان انا ابطل دور الجلاد مع نفسي، ان انا مفضلش اقول لنفسي انت فاشل، انت عمرك ما هتوصل لحاجة، انت حياتك كلها بايظة كده. الكلام ده بستبدله بكلام تاني، مثلا ده عادي ان هو يحصل، كل الناس بتمر بالمرحلة اللي انا فيها دي. كلام زي ده ممكن يخفف كتير من وتيرة الألم اللي انت حاسس بيه. فأول حاجة بعترف بمشاعري، تاني حاجة بلغي دور الجلاد، تالت حاجة بعامل نفسي كصديق. يعني بشوف لو أنا صديقي جاي يحكيلي إن هو عنده نفس المشكلة دي، أنا هرد عليه إزاي؟ هل أنا هفضل أجلده والومه ولا هخفف عنه؟ فالكلام اللي انت هتقوله لصديقك في الوقت ده، حاول ان انت تقوله لنفسك، اكتبه لنفسك واعتبر ان انت صديقك، وساعتها هتحس ان انت برضو احسن بكتير. رابع حاجة هي اني احيانا بحتاج استراحة. انا دلوقتي في قمة الغضب، فانا محتاج 5 دقايق اهدى فيهم واخد فيهم نفسي. ما ينفعش بقى اقول انا غضبان بس لازم ورايا حاجات لازم اخلصها فخلاص اعتبر ان انا مش مشكلة يعني وافضل مكمل. لا، انت احيانا محتاج تاخد استراحة، محتاج تاخد نفس، محتاج جسمك يحس بالامان. فلما تحس ان انت وصلت لقمة شعور معين، مش لازم بس شعور غضب، شعور حزن، اي شعور، محتاج بعده ان انا اقف واخد نفس واحسس جسمي بالامان. ده رقم 4. رقم 5 هو ممارسة اليقظة الذهنية او المايندفولنس. فانا هنا ببقى يقظ ان في شعور معين بيعدي جوايا، بس لا هقاومه ومش هغيره، مش هقاوم ومش هغير. ففرضا ان حد حاسس بالحزن، فانا حاسس بالحزن، خلاص هقعد شوية حاسس بالحزن، مش لازم اقوم اغير الحزن ده لشعور فرح، مش لازم اقوم اكل او العب جيمز او اعمل اي حاجة اقاوم بيها الشعور. طبعا ده بيدخلنا في اكل عاطفي وحاجات تانية هنتكلم عنها بعدين. بس الفكرة هنا ان انت لما تكون حاسس بشعور، ممكن ان انت تستنى شوية وانت حاسس بنفس الشعور ده، ما تقاوموش وتحاول ان انت تخرج منه او توقف احساسك بيه. ممكن تكتبه وتتكلم فيه مع حد، ده هيبقى احسن بكتير من انك تقاومه وتحاول انك تغيره في ساعتها.
آخر حاجة بتساعدنا على التعاطف مع الذات هو الإنسانية المشتركة. يعني ايه الإنسانية المشتركة؟ الإنسانية المشتركة هي ان انا عارف ان كل الناس بتمر بمراحل زي دي، عارف ان في ناس كتير زي دلوقتي، في ناس كتير ممكن يكونوا حاسين نفس الإحساس اللي انا فيه دلوقتي. انا عارفة ان ناس كتير مثلا بتتضايق لما حد يجي يحكي لحد حاجة فيقوله انا عديت بالحاجة دي قبل كده او مش عارف ايه، ويحس ان هو بيعلي عليه. لكن مش ده اللي احنا بنتكلم فيه، احنا بنتكلم في جزئية تانية، هي انك ما تحسش انك لوحدك. فلما ما بنحسش ان احنا لوحدنا ده بيخفف الشعور كتير. يعني مثلا لو احنا في فصل في مدرسة والفصل كله متعاقب، بتلاقي الشعور اخف بكتير لما بيكون واحد متعاقب لوحده. فهنا انت اعرف في اي وقت انت بتمر فيه بظروف صعبة قوي انك مش لوحدك، ان في ناس كتير زيك، ان في ناس كتير بتمر بنفس الحاجات اللي انت بتمر بيها، وده عادي وطبيعي ومفيش فيه اي مشكلة. كده انا قلتلك الخمس حاجات اللي هيساعدوك يبقى عندك رحمة ذاتية. في آخر الفيديو حابة أقولكوا مش مطلوب منكم تحبوا نفسكوا زيادة، مش مطلوب منكم أي حاجة دلوقتي. المطلوب بس إنكوا تبطلوا تعذبوا نفسكوا وانتوا مستنيين وانتوا تعبانين وانتوا مش قادرين. الحنية مش بتشيل الوجع، لكن بتخليه يحتمل. أشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.